يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة وقوية جدا هتكون شاملة كل قصص وتفاصيل وقنوات عرض مسلسلات رمضان لسنة 2025. الحلقة دي هتكون الأقوى والشاملة واللي مش هتحتاج تشوف أي حلقة تاني بعد كده. قبل بداية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. المسلسل رقم 1 في قائمتنا هيكون مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وعصام السقا. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة وبيحكي لنا عن شاب صعيدي بيهرب من عيلته في الصعيد بسبب الظلم، وخلال الحلقات بيسافر فهد للقاهرة عشان يعيش حياة جديدة، لكنه بيتفاجئ بدخوله في صراعات غير متوقعة بتشقلب حياته تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة وبيحكي لنا عن ياسمين عبد العزيز الست الغنية جدا اللي بتتعرض للخيانة الزوجية فبتنفصل عن جوزها، وفي نفس الوقت بتدخل في قصة حب جديدة بتخليها تعيش صراعات عاطفية كتير. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة محمد هنيدي وخالد أنور وسامة إبراهيم. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة مليانين بالكوميديا اللي بيقدم لنا فيها محمد هنيدي دور محامي شرير بيتلاعب بالقانون لمصلحته الشخصية، وبيتعرض لحادث أليم بيفقد فيه الذاكرة لمدة 20 سنة وبيلاقي نفسه في عالم مختلف تماما عن ما كان عليه في السابق، وده اللي بيعرضه لمواقف كتير كوميدية. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ومنصة واتشت. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان ودينا فؤاد وسهار الصايغ. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة في دايرة من الإثارة والتشويق. المسلسل بيعرض لنا عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار، وبيظهر فيها مصطفى شعبان بشخصية صعيدية لأول مرة وبيتورط في صراعات حادة مع عصابات بتسعى للحصول على الآثار اللي بيمتلكها. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن راجل من منطقة شعبية بيتعرض لظلم جديد بيغير مسار حياته بشكل جذري، ومع مرور الوقت بيتحول لبطل شعبي في نظر أهله وأهل منطقته. المسلسل هيتم عرضه على قناة ام بي سي مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني ومحمد شاهين. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بتقدم لنا قصة في إطار اجتماعي تشويقي، قضية حساسة جدا بتتعلق بالتحرش بالأطفال ومن المسؤول عن الجرائم دي. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة وواتشت. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل عقبال عندكم من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم ومحمد ثروت. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيقدم لنا سلسلة من الحكايات المنفصلة وبتتعرض كل قصة على مدار حلقتين عن زوجين بيواجهوا مواقف كوميدية في إطار اجتماعي مرح. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد ومحمود البزاوي. المسلسل هيكون مكون من 10 حلقات في إطار من الفانتازيا بتجمع بين الأكشن والكوميديا، بيدور صراع بين 2 إخوات في زمن قديم جدا. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على منصة واتشت. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل إخواتي من بطولة نيلي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندا علوش. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة
وبيقدم لنا قصة 3 إخوات بيواجهوا مشاكل في حياتهم وصعوبات كتير في تحقيق أحلامهم، وبتكون نيلي كريم الأخت الوسطى اللي بتشكل الرابط الأسري بين ال3 إخوات. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وCBC وDMC. المسلسل رقم 10 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وغادة عادل. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيكمل صابر المداح مسيرته في مواجهة قوى غامضة بتتعلق بالعهد والشرور القديمة اللي عايزة تنتقم منه ومن أسرته، وبيسعى صابر إنه يكتشف حقيقة القوى الخفية دي. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC والحياة وDMC بالإضافة لمنصة شاهد. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل إيش إيش من بطولة مي عمر وماجد المصري وإدوارد. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بتجسد فيها مي عمر دور رقاصة من الدرجة الثالثة من اسكندرية، وبتدخل في مشاكل وصراعات مع كبير المنطقة، وبتبدأ تاخدها الأحداث لمفاجآت كتير بتأثر على مسار حياتها تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 12 في قائمتنا هيكون مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن موظف بنك بتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة كتير، فبيكتشف أسرار مليانة بالمخاطر والإثارة. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودنيا سامي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيقدم لنا دايرة من المواقف الكوميدية الخفيفة اللي بتجمع فيها أبطال العمل كلهم في مكان واحد، وبينطلقوا في مغامرة هدفها جمع مبلغ مالي وهو 80 باكو، وده اللي بيعرضهم للوقوع في مواقف كتير كوميدية غير متوقعة. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 14 في قائمتنا هيكون مسلسل الشرنقة من بطولة أحمد داوود ومريم الخشت وعمرو وهبة. المسلسل بيحكي لنا عن حازم إبراهيم، محاسب عبقري بيشتغل في شركة كبيرة، وبيكتشف أسرار خطيرة خاصة بالأعمال الغير قانونية اللي بتحطه في قرارات مصيرية بتوديه الرحلة مليانة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على منصة واتشت. المسلسل رقم 15 في قائمتنا هيكون مسلسل ظلم المصطبة من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيحكي لنا عن العادات والتقاليد الظالمة في الريف، وإزاي ممكن تتحول لقانون بيعقد حياة الأفراد ويأثر عليها بشكل جذري. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وCBC وDMC والحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 16 في قائمتنا هيكون مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وأحمد زاهر وأحمد رزق. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة في إطار اجتماعي، بيقدم لنا عمرو سعد شاب بيواجه صعوبات كتير في حياته الشخصية والمهنية كمان، وعايش في حي شعبي في إحدى قرى الصعيد اللي بيحكمها شخص ظالم، وبيسعى عمرو سعد لنصرة المظلوم وإعادة الحقوق لأصحابها. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 17 في قائمتنا هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثالث من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيكمل لنا قصة ليلى وأحمد وتطور حياة الأولاد والمشاكل الجديدة اللي بيعيشوها، وإزاي هيتغلبوا عليها في أجواء من الكوميديا والدراما. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وCBC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 18 في قائمتنا هيكون مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيحكي لنا عن زوجين بيحاولوا يحافظوا على علاقتهم وسط التحديات والمشاكل اللي بتواجه حياتهم، وقد ايه المشاكل الاجتماعية والمادية بتأثر على استقرار الحياة الزوجية، مع لمسة من الإثارة والتشويق في عالم المافيا والجريمة. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على منصة واتشت. المسلسل رقم 19 في قائمتنا هيكون مسلسل النص من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، وبيجسد أحمد أمين شخصية حرامي تايب بيحارب الاحتلال في فترة الثلاثينات لحد ما يقدر إنه يأسس حركة لمقاومة الاحتلال البريطاني. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وCBC وDMC. المسلسل رقم 20 في
قائمتنا هيكون مسلسل شباب امرأة من بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر ومحمود حافظ. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن شاب ريفي بيسعى لتكملة دراسته وأحلامه في القاهرة، وبيأجر غرفة في منطقة القلعة من ست متسلطة بتعجب بيه وبتحاول تستغله عاطفيا، وده اللي بيدهور حالته الدراسية والصحية تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة النهار ومنصة شاهد. المسلسل رقم 21 في قائمتنا هيكون مسلسل أشغال شقة جدا من بطولة أسماء جلال وهشام ماجد ومصطفى غريب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبتكمل لنا التطورات الجديدة في حياة حمدي وياسمين، اللي فيها بيحاولوا يلاقوا مربية أطفال تساعدهم في تربية أطفالهم التوأم عشان يقدروا يتخطوا التحديات اليومية المفروضة عليهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC ومنصة شاهد. المسلسل رقم 22 في قائمتنا هيكون مسلسل نص الشعب اسمه محمد من بطولة عصام عمر وميان السيد ورانيا يوسف. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيقدم لنا شخصية محمد مهندس تكييفات بيشتغل في مطار وبيواجه مشكلات وأزمات في حياته المهنية والشخصية، بيضيف للمسلسل طابع كوميدي واجتماعي. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 23 في قائمتنا هيكون مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد كيلاني ومحمد ثروت. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن عائشة اللي بتنفصل عن جوزها وبتتفرغ لتربية أولادها، لكن القدر بيجمعها بفرصة استكمال دراستها في الجامعة، ومن هنا بتبدأ كل الأحداث الكوميدية. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وDMC والحياة وأون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 24 في قائمتنا هيكون مسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة بيحكي لنا عن شخصية طه الحلنجي، صاحب كشك صغير في حي شعبي في القاهرة، بيتميز بذكائه وقدرته على حل المشاكل بطريقة كوميدية. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وCBC وDMC. المسلسل رقم 25 في قائمتنا هيكون مسلسل العتاولة الجزء الثاني من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ونسرين أمين. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة بتستمر فيها الصراعات بين نصار وخضر اللي هتكبر بينهم المشاكل بعد ظهور حنة، البنت اللي هتأثر على حياة نصار وهتخليه يفكر يعتزل حياة الجريمة، ولكن بيلاقي نفسه في مواجهة شرسة مع خضر اللي بيسعى للحفاظ على إمبراطورية العيلة. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 26 في قائمتنا هيكون مسلسل قهوة المحطة من بطولة بيومي فؤاد وانتصار وأحمد خالد صالح. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن جريمة غامضة بيتهم فيها أحد الأبطال اللي بتربطهم قهوة المحطة ببعض لأنها بتكون نقطة التقاء وتبادل قصص حياتهم المختلفة. المسلسل هيتم عرضه على قناة الحياة. المسلسل رقم 27 في قائمتنا هيكون مسلسل اسود باهت من بطولة سهر الصايغ وسوسن بدر ومحمد مهران. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيتقسم ل3 حكايات مليانين بالإثارة والتشويق والمغامرة، كل حكاية منهم 5 حلقات بقصة وأبطال مختلفة هتاخدنا لعالم مليان بالأسرار والغموض. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر وCBC وDMC وأون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 28 في قائمتنا هيكون مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبد الوهاب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن شخصية حسام والي، قائد طيارة اتسبب في سقوطها عن طريق الخطأ غير مقصود في إحدى رحلاته الجوية، واللي بتوقعه في مواقف كتير كوميدية غير متوقعة. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC وأون وDMC وقناة الحياة. المسلسل رقم 29 في قائمتنا هيكون مسلسل حياة أو موت من بطولة حنان مطاوع ورانا رئيس ومحمد علي رزق. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة مليانين بالتشويق والإثارة عن دكتورة شابة بتقع ضحية مؤامرة بتورطها في جريمة قتل ما ارتكبتهاش، وبتتصاعد الأحداث لما بتهرب من العدالة في محاولة إثبات براءتها. المسلسل هيتم عرضه على قناة النهار ومنصة واتشت. المسلسل رقم 30 في قائمتنا هيكون مسلسل أسينا من بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر وأحمد مجدي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن صحفية بتنغمس في عالم الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا،
وبتكتشف مشاكل ومخاطر بتواجهها في مجال شغلها. المسلسل هيتم عرضه على قناة الحياة ومنصة واتشيت. المسلسل رقم 31 في قائمتنا هيكون مسلسل جودر الجزء الثاني من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبيحكي لنا عن التحديات اللي قابلت جودر بعد وفاة أبوه ورحلته في مواجهة الأعداء، خصوصا الشمعيين اللي بيسعوا لاستخدامه للوصول للكنز. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وأون ومنصة واتشيت. المسلسل رقم 32 في قائمتنا هيكون مسلسل ولاد الشمس من بطولة طه دسوقي وأحمد مالك ومحمود حميدة. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن ولعة ومفتاح، 2 صحاب اتربوا سوا في دار أيتام، وبعد خروجهم من الدار الحياة دفعتهم لعالم السرقة والجريمة، وازاي البيئة والمجتمع والظروف القاسية قدرت تأثر على حياتهم تماما. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وقناة DMC وقناة أون بالإضافة لمنصة واتشيت. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بقائمة المسلسلات اللي قررت تتفرج عليها، وإيه أكتر مسلسل متوقع إنه هيكون رقم 1 في رمضان 2025. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.